اللي هنسمعه دلوقتي جزء من خطاب كتبه القاضي الفاضل كاتب صلاح الدين الأيوبي للخليفة العباسي سنة 1174. بيحكي فيه عن بطولة أهل اسكندرية. اكتب أيها القاضي الفاضل من يوسف بن أيوب إلى خليفة المسلمين في بغداد: إن العدو ظن الإسكندرية شاة قاصية، فإذا بها مأسدة حامية. خرجوا إليها بالسيوف والعتاد، فخرج إليهم أهلها بالإيمان والجلد. وما نصرنا بكثرة الجند، بل بيقين الثغر لم ينم أهله، ورجال باعوا أنفسهم لله. دلوقتي بقى أنا هحكي لكم إيه حدوتة الخطاب ده. بتبتدي الحدوتة من قبل الخطاب ده ب3 سنين، يعني سنة 1171 ميلادية. ساعتها كان صلاح الدين الأيوبي هو وزير الخليفة الفاطمي العاضد بدين الله، وفي سبتمبر سنة 1171 اتوفى الخليفة. وبعد أيام من وفاة الخليفة الفاطمي ويوم الجمعة طلع جميع الخطباء على المنابر لخطبة صلاة الجمعة، وكعادتهم في آخر الخطبة بيدعوا للخليفة. والطقس ده كان من أهم طقوس الخلافة، الدعاء للخليفة من على المنابر. لكن في اليوم ده حصلت الصدمة. صلاح الدين أمر كل الخطباء في المساجد بالدعاء للخليفة العباسي، وبالطريقة دي أعلن سقوط الخلافة الفاطمية الشيعية من جميع أنحاء بر مصر. وبكده رجعت مصر للقلب السني والخلافة العباسية مع بداية الدولة الأيوبية. بس اوعى تفتكر انها هتعدي كده بالساهل، لا طبعا. رجالة الدولة الفاطمية اكيد مش هيسكتوا، وبدأوا فعلا في التخطيط لمؤامرة عشان يرجعوا الخلافة الفاطمية. لكن المرة دي ما كانوش لوحديهم، هيستعينوا بالفرنجة وبالصليبيين. جوه مصر بدأت الخطة، بدأ أمراء الفاطميين يعدوا لثورة جوه القاهرة. وبس كده؟ لا طبعا، بدأوا يعدوا لثورة تانية في الجنوب بقيادة كنز الدولة. كنز الدولة ده بقى لقب لحاكم أسوان اللي هو من قبيلة بني كنز اللي هم الكنوز. طب وبس كده؟ لا طبعا. ومن الشرق الصليبيين بقيادة ملك بيت المقدس عموري الأول. كده فاضل لنا الشمال، وفي الشمال في مين؟ اسكندرية والبحر. من الشمال هجوم بحري خاطف كاسح، هتشنوا الجيوش والاساطيل النورمانديه اللي هي مملكه صقليه، هيشنوا الهجوم ده على اسكندريه. المؤامره اتخططت بكل حرص عشان يعرفوا يقضوا على صلاح الدين، وحطوا ميعاد لتنفيذ الخطه سنه 1174 ميلاديه. لكن القدر كان ليه خطه تانيه. اول حاجه اتوفى ملك بيت المقدس عموري الاول في شهر يوليو 1174. خلصنا من اول واحد. تاني حاجة صلاح الدين اكتشف خطة الانقلاب عليه، وكشف الثورة اللي كانت بتتعد ضده في القاهرة، ويقبض على جميع زعمائها ويعدمهم. كده خلصنا من تاني عدو. اما الثورة في اسوان فبعت لهم جيش كبير بقيادة اخوه شمس الدين توران شاه اللي قضى على الثورة نهائي واعدم القادة بتاعته. كده تالت عدو. اكيد كده بقى الخطة فشلت. هي كده تقريبا فشلت من كل الجهات الا جهة واحدة، الاسطول النورماندي. الاسطول النورماندي ما كانش يعرف ان صلاح الدين كشف الخطة والملعوب وقبض على كل زعماء المؤامرة واعدمهم. فالاسطول اتحرك بسرعة خاطفة في الميعاد اللي اتفقوا عليه. طلع من صقلية وقبرص 280 سفينة متجهين لاسكندرية، عليهم حسب التقديرات من 30 ل 50 ألف جندي و1500 فارس بخيولهم، و3 مجانيق عملاقة يقودهم الأمير تانكر ابن عم ملك صقلية ويليام الثاني. ويوم 28 يوليو سنة 1174 يتفاجئ أهل اسكندرية إن البحر اتسد بسفن الفرنجة، والفرنجة عبر الجواسيس بتاعتهم حبوا يفهموا أهل اسكندرية إنهم جايين عشان يرجعوا الخليفة الفاطمي ويشيلوا صلاح الدين. لكن على مين؟ إحنا بنحبوا صلاح الدين من ساعة ما كان أمير على اسكندرية، وما بنحبش الفاطميين اللي بيتحالفوا مع الفرنجة. إحنا سنة وعلى مذهب الإمام مالك. الفرنجة معرفوش يخدعوا أهل اسكندرية، راحوا عاملين خطة جهنمية. أولا سيطروا على فنار اسكندرية اللي كان لسه موجود مهدم جزئيا، بس كان لسه بيستخدم دفاعيا بشكل كبير. سيطروا عليه عشان محدش يساعد أهل اسكندرية من البحر. السفن وقفت في المية العميقة بره المينا
خايفة تقرب من الشط عشان الصخور اللي بتحمي مينا اسكندرية، وينزلوا القوارب الصغيرة اللي بتشيل الجنود عشان ينزلوا عند باب البحر الشمالي، قوارب انزال يعني. ومجموعة تانية من السفن نزلت مجموعة من الجنود خارج الأسوار ناحية باب رشيد عشان يحاصروا المدينة من الباب الشرقي اللي هو باب رشيد، وبكده يبقوا حاصروا المدينة برا وبحرا. ودي كانت السفن اللي قربت من الشط عشان تنزل الخيول والمجانيق. وعشان في شباب كتير صغير بيتفرج علينا، مجانيق دي يعني المدفعية بتاعت زمان، ونزلوا على الشط وقدروا ان هم ينصبوا 3 مجانيق سوداء عملاقة. المجانيق دي كانوا جايبينها معاهم، وجايبين معاهم كمان صخور بركانية. الصخور دي شديدة الصلابة عشان يقدروا يهدوا بيها أسوار المدينة. والمجانيق اشتغلت ضرب في أسوار المدينة ليل ونهار، ضربوا كل المدينة بكل قوة. أهل اسكندرية اتحصنوا ورا الأسوار والقلاع وقفلوا الأبواب، وبعتوا فرسان للقاهرة عشان يبلغوا صلاح الدين. اسكندرية بتتضرب يا صلاح الدين. لكن صلاح الدين عبال ما الفرسان وصلوا له من اسكندرية وبدأ يعد الجيش عشان يطلع من القاهرة ويلحق أهل اسكندرية، الكلام ده أخد له كذا يوم. ما تقلقوش، أهل اسكندرية هيخلصوها بنفسهم، وإيد لوحدها ما تسقفش. وحي على الجهات، حي على الجهات، وولعت يا صاحبي. شباب اسكندرية سخن وحوالين الأسوار اتجمعوا. أصل الاسكندرانية لما بيسخنوا ما أقولكش بيطلعوا نار. القائد قعد يراقب الفرنجة 3 أيام، لاحظ إنهم في وقت الظهر وبسبب حرارة الصيف واحنا في شهر يوليو كانوا بيخلعوا دروعهم ويسيبوا أسلحتهم ويقعدوا في الخيام. أصلهم مش واخدين على الحر، وساعات بينزلوا ياخدوا لهم غطسين في البحر عشان يخففوا الحرارة. القائد حط الخطة: هجوم انتحاري على الفرنجة يا ولاد، ويا النصر يا الشهادة. أهم حاجة المجانيق يا ولاد، عايزين نحرق أبوها. هاتولنا النار الإغريقية. النار الإغريقية دي بقى كان اسمها النفط المفتوق. دي بقى خليط كيميائي سائل زي النابالم، لما بيولع ما بيطفيش، ومهما حاولت تطفيه بالمية بيولع أكتر. بقول لكم إيه، فاكرين اللعنة على الأبراج واليوم يومك يا دمشقي؟ لا، ده احنا عملناها قبليهم في اسكندرية. النار الإغريقية أو النفط المفتوق كان بيتصنع في دار الأسلحة في القاهرة، وتتبعت للصخور وتتخزن في الطوابي، ولا دمشقي ولا غيره. في اسكندرية بقى كانت اللعنة على المجانيق، هنحرقهم مجنيق مجنيق. القائد قسم الانتحاريين مجموعتين، الحامية والفرسان عشان يحموا ظهر الانتحاريين واشتباك سريع بالسيوف. اما المشاة بقى كانوا شباب اسكندرية، كل واحد شايل له كام فخارة فيها نار إغريقية، وعلى الخيام والمجانيق ولع يا معلم. اصل الاسكندرانية كانوا داخلين عركة مش حرب. وفي ميعاد الخطة، رابع يوم من الحصار وساعة صلاة الظهر، البصاصين على الأبراج بلغوا إن الفرنجة دخلوا الخيام وخلعوا الدروع، وفي لحظة واحدة اتفتحت الأبواب في نفس التوقيت واندفع منها الفرسان والمشاة. وفين يوجعك، ولع بقى في قواعد المجانيق وفي الخيام. الفرنجة بصوا لقوا أمة لا إله إلا الله طلع عليهم، ماسكين النار الإغريقية ولا كأنهم ماسكين الشماريخ. أما الفرسان فشغالين ذبح في جنود الفرنجة. حصل هرج ومرج في معسكرات الفرنجة، وهنا وقع قائد الفرنجة في أكبر خطأ عسكري. عطى أمره بالانسحاب للمراكب اللي واقفة في عمق الميناء. الجنود طلعوا يجروا على مراكب الإنزال الصغيرة، والدخان من الحرايق ملا سما اسكندرية، لدرجة إن قباطين المراكب خافوا على نفسهم وبدأوا يسيبوا الميناء وسابوا الجنود على الشط. طبعا الاسكندرانية شافوا الفرنجة خايفين ومذعورين، سخنوا اكتر، واللي من الفرنجة ينزل البحر ينزلوا يجيبوه من قفاه. الاسكندرانية أسروا مئات الجنود، ده غير 300 فارس كانوا من طبقة النبلاء. دول بقى المراكب مشت وسابتهم، وبصوا لقوا الاسكندرانية قدامهم، راحوا مسلمين على طول ورفعوا الراية البيضاء: البحر خلفكم ومحمد وعبد الرحمن وعلي قدامكم. الاسطول النورماندي هرب، واهالي اسكندرية مزقططين والفرحة مش سايعاهم. عايزكم بقى تتخيلوا كمية الغنايم. دول هربوا وسابوا الخيم والسلاح والخيول. كمية الغنايم كانت غير طبيعية، ده غير خشب المجانيق وخشب الخيام. كل ده وجيش صلاح الدين لسه ما جاش. القائد بعت لصلاح الدين الايوبي يبشره بالنصر. صلاح الدين ما بقاش عارف يعمل ايه، هو كده كده بيحب اسكندريه واهلها من ساعه ما كان امير عليها، بس هو ما كانش مصدق ان اهلها هيعملوا كده لوحديهم. ولما وصل صلاح الدين اسكندريه ودخل من باب رشيد،
مشي في شارع فؤاد، قصدي في طريق المحجة الكبرى، وراح لحد جامع العطارين اسمه وقتها جامع أمير الجيوش، وسط احتفالات وتكبيرات أهل المدينة، ومر على المدرسة الحافظية اللي كان أنشأها للشيخ حافظ السلفي. من كتر فرحة صلاح الدين عطى أمره بإسقاط الضرائب عن أهل اسكندرية، وده كان تكريم ليهم على صمودهم الأسطوري وإنهم ما سمعوش لكلام الفرنجة وسلموا المدينة. الاسكندرانية ما بيخافوش، وصرف مكافآت لكل اللي شارك في القتال من أهل اسكندرية، وكمان عطى المدينة حصة من الغنايم زاطت. مش بس كده، ده راح زار كل المصابين في بيوتهم، وكمان أمر بإحضار الأطباء لعلاجهم. أما الشهداء من أهل المدينة فاتدفنوا في مقبرة جماعية بجوار باب رشيد، اتعرفت لقرون طويلة بتربة الشهداء، ودي اللي قلت لكم عليها في الفيديو بتاع هيئة الآثار. ودي كانت حدوتة حرب الأيام الستة اللي خاضها أهل اسكندرية لوحدهم. يا ترى حد حكى لكم على الحدوتة دي قبل كده؟ وعشان تعرفوا من أهل اسكندرية، الحدوتة دي لسه ليها بقية من ضمن حواديت اسكندرية المنسية. الحدوتة دي أنا جمعت معلوماتها بنفسي من كتب المؤرخين ابن شداد وابن الأسير وابن تغري بردي والعماد الأصبهاني، والواقعة دي مذكورة في الأربعة. يا ترى عجبتكم الحدوتة؟ لو عجبتكم ما تستخسروش فيا لايك وشير وكومنت.